السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسس جامد وربنا التاج مضاحة في مصر اللي أسس يلا ورب الكعبة. أنا منزل صورة محمود ناجي وقلت مبروك للنادي الأهلي بس باختصار شديد. محمد بركات مدرب إنبي ولاعيبة إنبي رجالة، لعيبة صغيرة بجد رجالة. يا ابني يا بركات أنت لسه شفت حاجة؟ أنت لسه شفت حاجة؟ أنا شفت ده قليل قليل. ده أقدم واحد في مصر محمد بركات ده، ومن أحسن مدربين في مصر. طرد يبقى العيب في مين؟ العيب في مين؟ لو ما فيش احتجاج رسمي من انبي والفرق اللي جايه تحتاج رسمي على الحكم اللي جاي، والله العظيم والله العظيم هيجي الدور على كل فرقه في الدوري المصري. هيحصل فيها زي اللي حصل في انبي، ضربه الجزاء الكارثيه. دي ضربه جزاء كارثيه. دي ما فيش احتكاك اصلا، ما فيش اي حاجه خالص. دي اللي خلصت على الماتش، دي خلصت الماتش ويضيع مجهود فرقه ويضيع مجهود نادي ويضيع مجهود لعيبه ماتت في الملعب، مجهود مدرب بقاله شهور بيشتغل. حرام عليكم. ليه بتبوظوا حلاوه الدوري من اولها؟ ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ يا عم اقول لك حاجه، مبروك يا عم الدوري النادي الاهلي، يا عم مبروك يا عم. كده كويس؟ خلاص يا جماعه، ما حدش يتمرن، ما حدش يعمل معسكرات، ما حدش يشتري لعيبه، ما حدش يسوق لعيبه، ما حدش يبيع لعيبه، ما حدش نفسه. ما كل ماتش يحصل كده. ايه ده يا جماعه ده؟ انت كابتن محمود ناجي هتروح البيت تنام مرتاح كده؟ بقابلني بقال لا نجم في الكره المصريه في اللي بيحصل ده، بقال لا في الكره المصريه في اللي بيحصل ده والله العظيم.